ازيكم يا أحلى نجوم. النهاردة السبت 7 يونيو 2025، يوم للراحة والتجديد، بس كمان فرصة نراجع اللي فات ونجهز نفسنا للأيام اللي جاية. الكواكب بتنصحنا ناخد الأمور بهدوء ونفكر بحكمة قبل ما ناخد أي خطوة جديدة، خصوصا مع بداية الأسبوع الجديد اللي قرب يجي. حضر فنجان شاي أو قهوتك وتعالى ندخل مع بعض في تفاصيل توقعات الأبراج اليوم السبت، ونشوف كل برج مخبيله ايه من مفاجآت الفلك. برج الحمل، النهاردة طاقتك ما شاء الله نار. في الشغل عندك فرصة انك تبرز فيها مهاراتك وتثبت نفسك، خصوصا لو كنت بتخطط لمشروع جديد أو بتعرض فكرة على مديرك. أما عاطفيا فاليوم مناسب انك تقرب من اللي انت بتحبه، قوله اللي جواك بوضوح وصراحة. أما نفسيا فحاول توازن بين نشاطك وحاجتك للراحة، عشان الإفراط ممكن يسبب لك توتر. برج الثور، الراحة النفسية والهدوء أهم حاجة ليك النهاردة. في الشغل ما تستعجلش في القرارات المهمة، وركز على ترتيب أفكارك ومهامك. أما عاطفيا فمحتاج تدي وقت أكتر لشريك حياتك وتهتم بتفاصيل العلاقة الصغيرة اللي بتفرق كتير. نفسيا بقى فخليك قريب من الطبيعة، مشي أو قاعدة في مكان هادي هتساعدك كتير. برج الجوزاء، نشاطك اجتماعي ملحوظ النهاردة وتواصل مع ناس كتير. في الشغل هيكون فرص للتعاون مع زملاء جداد أو حتى ناس في مجالات مختلفة. أما عاطفيا فجذاب جدا في عيون الناس، وممكن يكون في مقابلات أو دعوات رومانسية. أما نفسيا فحاول تستغل طاقتك في نشاطات إبداعية أو هوايات بتحبها. برج السرطان، اليوم كله تركيز على البيت والعيلة. في الشغل لو بتشتغل من البيت أو عندك ارتباطات عائلية هتكون الأمور ماشية كويس. عاطفيا علاقة حميمية بتتعمق والوقت مناسب للتفاهم والحوار. أما نفسيا فخليك صبور مع نفسك، مش كل حاجة لازم تتحل بسرعة. برج الأسد، الطاقة والحماس عندك عالي جدا النهاردة. في الشغل عندك فرصة تبرز فيها قيادتك وتاخد زمام الأمور في مشروع مهم. عاطفيا علاقتك رومانسية ممكن تتطور بشكل مفاجئ، افتح قلبك من غير خوف. أما نفسيا فجرب تمارس رياضة بتحبها، هتساعدك جدا إن انت تفرغ الطاقة الزيادة. برج العذراء، التركيز والدقة مطلوبين منك أكتر من أي وقت تاني. في الشغل نظم وقتك وحاول تخلص مهامك بعناية، التفاصيل هتفرق معاك جدا النهاردة. أما عاطفيا يوم مناسب لحل خلافات أو سوء تفاهم بسيط مع شريك حياتك. أما نفسيا ما تضغطش على نفسك، خد فترات راحة قصيرة بين الشغل. برج الميزان، نشاط اجتماعي مميز ومناسب لعمل اتصالات أو مقابلات. في الشغل علاقات جديدة هتفتح لك أبواب مهمة، فخليك منفتح. أما عاطفيا هيكون في فرص للقاء جديد ممكن يغير حياتك العاطفية للأحسن. نفسيا خليك إيجابي ومنفتح الجديد، الدنيا لسه فيها كتير حلو. برج العقرب، يوم عملي جدا ومليان فرص. في الشغل هتتلقى دعم مش متوقع، ولازم تستغل كل فرصة بتجيلك. عاطفيا الجو العاطفي مستقر وحان الوقت تعبر عن مشاعرك بوضوح. أما نفسيا فحافظ على تركيزك وابعد عن الناس السلبية. برج القوس، النهاردة يوم للتجديد والطموح. في الشغل لو عندك مشاريع جديدة دي فرصتك إنك تبدأ بقوة. أما عاطفيا فهيكون وقت مناسب للتواصل بحب وصدق مع اللي انت بتحبه. نفسيا ادي لنفسك فرصة ان انت تفكر وتهدأ بعيد عن ضغوط الحياة. برج الجدي، الانضباط والترتيب هم عنوان يومك. في الشغل حاول تكون عملي في قراراتك وركز على التفاصيل المالية لو موجودة. أما عاطفيا فخليك صريح مع شريك حياتك، والكلام الواضح بيحل مشاكل كتير. أما نفسيا فالراحة النفسية مهمة، متأجلش حاجات بتقلقك. برج الدلو، يوم مليان تواصل ومحادثات مهمة. في الشغل علاقات جديدة ممكن تفتح لك أبواب مهنية. عاطفيا هيكون في فرصة لمصالحة أو بداية جديدة في حياتك العاطفية. أما نفسيا فانفتح على اللي حواليك وشارك مشاعرك بدون خوف. برج الحوت، الاهتمام بالجانب المالي والعملي مطلوب. في الشغل يوم مناسب للتفكير في استثمارات أو شراكات جديدة. عاطفيا تعبيرك عن مشاعرك هيقربك أكتر من شريك حياتك. أما نفسيا فاسمع لنفسك وخد وقتك في اتخاذ القرارات. ودي كانت توقعات الأبراج ليوم السبت 7 يونيو 2025. أتمنى تكونوا حسيتوا بطاقات الفلك ولقينا مع بعض خطوات نقدر نمشي عليها. افتكروا دايما انتوا النجوم اللي بتكتبوا قصص حياتكم،
وأنا دايما هنا معاكم في نجمة وبرج نكشف أسرار السما. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم كلكم وفي انتظاركم بكرة في طالع جديد وأحداث جديدة. باي باي يا أحلى نجوم.